والنبي حماده هات لي الموبايل بتاعي بيرن بس. ايوه الموبايل عندك اهو. الموبايل يا حاج اهوت. ايه ده يا حماده يا حبيبي، انت متوضي؟ وبعدين ده الموبايل مذكر مش مؤنث يعني. لا معلش انا ايدي بس فيها صمغ من الكوره. صمغ ايه يا حماده؟ وانت مش لعيب كره يد برضو ولا انت بتروح تصلح الكور؟ يعجبني في حماده ده يا ام حماده ان هو بيحب يتقمص اللعبه اللي هو بيلعبها عندنا في البيت. يعني عارفه لو لعب قفز بالمظلات هننزل نجيبه من البلكونه بتاعت ام ابراهيم اللي تحتينا دي. جدع يا حماده جدع يا حماده. طب ممكن بس يا حاج تهرش لي في ظهري؟ امشي يا حماده يا ما انا عايز اخش الحمام. اتفضلي يا ام حماده قومي شطفيه. اهلا بكم في حلقه جديده من عاش يا كوتش. ما سالتش نفسك سؤال مهم كده؟ هو ليه لعيب اليد ما بيحطش ايده على وشه او على شعره وهو بيلعب؟ بص هو سبب بسيط، عشان لا مؤاخذه ما يلزقش. لاعب اليد بيبقى حاطط في ايده كميه صمغ شمعي تكفي ان هو يجلد كتب مدرسه بحالها. طب هتقول لي لو هو عايز يهرش مثلا هيعمل ايه؟ يروح بقى كده لاداري ولا حد من الجمهور يهرش له، وبعدين هو ده وقت هرش اصلا؟ الصمغ الشمعي ده معمول من ماده الصنوبر، وغرضه ان الكوره تلزق في ايد اللاعب. ده بيساعد اللاعب ان هو يعمل تمريرات دقيقه، وان هو يحاول الكوره تبقى في ايده اكبر وقت. وصلت ان هم بياخدوا كميه من الصمغ دوت ويحطوه على الحذاء، وممكن بقى يشوف زميله لو عنده مكان فاضي لا مؤاخذه يحط له شويه صمغ. عشان تعرف بقى قصه الصمغ ديت لازم ترجع معايا بقى كده للقرن العشرين. كره اليد كانت زي كره القدم، 11 لاعب بيلعبوا في الهواء الطلق، لكن ما كانش عندهم بقى الشغف والجلد بتاع كره القدم. كان الشتاء بيخش يا باشا كله يخش بيات شتوي، ما عندناش كره يد. انا بلعب كره يد ما بلعبش كره قدم، الدنيا ساقعه وايدي محتاج تتدفى يا باشا. وهنا بقى جات لهم فكره عبقريه، احنا ليه ما نلعبش كره اليد ديت في مكان مغلق ونتدفى فيه؟ بس المكان المغلق ده مش هيساع ل 11 لاعب. وهنا بقى جت نظريه الكلاحه اللي انت بتستخدمها في حجز الخماسي. معلش يا ابو الكباتن انت مش معانا النهارده. والعدد فضل يقل لحد ما بقوا 7. وهنا ظهرت مشكله ان اللاعب مطالب منه ان هو يعمل مهارات اكبر وان هو يعمل تمريرات اكتر، وفي نفس الوقت الكوره ما تقعش من ايده لانها هتتقلب هجمه مرتده وهتبقى جول. وضيف على كده برضو ان انت في صاله مغلقه والدنيا ساقعه، انا ايدي برضو منمله ما عنديش احساس بالكوره. وهنا البدايه كانت مع السويدين، قال لك يا باشا احنا هنستخدم شمع العسل عشان الكوره تلزق في ايدينا. عشان الموضوع ينتشر وتبتدي هولندا تنتج اول شمع صناعي، وبدت بقى الشركات تنتج الصمغ مخصوص للعيبه. مش الصمغ بس، لا الادوات المساعده اللي بتشيل الصمغ. والاتحاد الاوروبي وافق على حاجه زي كده والدنيا اتعممت وزي الفل، لحد بقى ما ظهرت اول خناقه مؤسسيه ما بين الاتحاد الاوروبي والاتحاد الدولي. وهنا الاتحاد الدولي قال لك يا عم ايه القرف ده، وعمل بوشه كده اللي هو يعني انت بتعمل ايه؟ وبصوت مش كيف يا مشحم يا مزيد. وهنا بقى الموضوع كان تسويقي شويه، الاتحاد الدولي ما كانش قصده ان هو قرفان ولا حاجه، لا الشمع دارع على البراند بتاع الكوره اللي دافع فلوس عشان البراند ده يظهر في البطولات القويه، بطوله العالم بقى، بطولات محليه كده يعني. لان بقى الاتحاد الدولي مش عارف ياخد قرار بمنع الصمغ ده، وبدا بقى التفكير في ان هم يلاقوا حل. والحل كان عند الشركه المصنعه للكور ان هم يعملوا كوره بتلزق من غير صمغ. وفعلا سنه 2000 عملوا الكوره يا باشا، ولكن الكوره فشلت فشل ذريع واللعيبه رجعت تاني للصمغ، رجعت ريما لعادتها القديمه. انت بقى ايه رايك؟ الصمغ ده يتلغي ولا يكملوا بيه؟